اليوم ده كان يوم السبت 8 يوليو 2023، اليوم اللي ودع فيه المصريين حديقة الحيوان بالجيزة. حديقة الحيوان كانت الفسحة الأسبوعية أو السنوية الوحيدة لكتير من المصريين، ياخدوا أكلهم وشربهم وأطفالهم قبل كل ده، ويقضوا يوم من أجمل الأيام في وسط الخضرة والأشجار النادرة في لقاء ممتع مع حيوانات الجنينة. يوم بهجة وذكريات، الابن بيتصور في نفس المكان اللي اتصور فيه الأب والجد. المصريين وحديقة الحيوان بالجيزة علاقة ممتدة من ساعة افتتاحها في 1 مارس 1891 لغاية اليوم اللي اتقفلت فيه 9 يوليو 2023. علاقة عمرها 132 سنة ولسه مكملة إن شاء الله. 1 مارس 1891 تم افتتاح جوهرة التاج لحدائق الحيوان، افتتحت للجمهور برسم طول 5 مليم، وكان مديرها بريطاني الجنسية علشان تتحول لأكتر مكان في مصر للراحة والاستجمام والمتعة. وفضلت حديقة الحيوان بالجيزة طول عمرها الفسحة الأولى والأرخص والمفضلة عند كل المصريين، فسحة الشعب في الأعياد والمناسبات. حديقة الحيوان قفلت في 2023 وسعر دخول الفرد 5 جنيه للمصريين و20 جنيه للأجانب. ببساطة كانت الفكرة الأولى والحل السحري لأي رب أسرة على طلب عايزين نتفسح يا بابا، عايزين نخرج. حديقة الحيوان اتقفلت للتطوير من 9 يوليو 2023 لغاية دلوقتي. بحثت في كل حتة علشان نعرف شكل التطوير اللي هيتم والافتتاح امتى. وزارة الزراعة كانت صرحت إن مشروع التطوير وضعه أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان، واللي قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم. وقالوا إنهم هيجيبوا أنواع جديدة من الحيوانات ما كانتش موجودة قبل كده، وإن حيوانات الحديقة هتزيد كما ونوعا. أكدوا كمان إنه بيتم الحفاظ على الطابع التراثي لحديقة الحيوان وحديقة الأورمان، وإنه بيتم الحفاظ على النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري، لأن حديقة الحيوان كلها بالكامل مسجلة كأثر، وبتحتوي على أماكن من عصر خديوي إسماعيل وأماكن كتير لها قيمة أثرية مهمة جدا إن شاء الله هنشوفها مع بعض. المهم إن التطوير الهدف منه جعلها على غرار حدائق الحيوان العالمية وتطبيق معايير الأمان لرواد الحديقة، لأن الحيوانات هيكون متوفر لها بيئة قريبة من البيئة اللي كانت عايشة فيها. لا أقفاص بعد اليوم، هيكون في مكان للطيور ندخل نتفرج عليها من غير أقفاص ونتحرك في وسطيها. الحيوانات المائية هنشوفها في بيئتها الطبيعية وهي بتعوم. الحيوانات المفترسة وغيرها هتعيش تجربة الحياة البرية، وهيكون بديل الأقفاص بالنسبة للحيوانات المفترسة موانع مائية، وبعدين سياج لتوفير الأمان التام لرواد الحديقة. باختصار الحيوانات هينتهي حبسها الانفرادي داخل الأقفاص، مش هنشوف المنظر اللي احنا شايفينه ده دلوقتي. التطوير كمان وافق عليه الاتحادين الافريقي والدولي، وبكده حديقة الحيوان بالجيزة هترجع تاني للتصنيف الدولي اللي كانت خرجت منه في 2004. وهيكون في نفق بين حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، هيفتحوا الحديقتين على بعض، وهيتم عمل مستشفى للحيوان داخل الحديقة. المهم بقى هتفتح امتى عشان نشوف الجمال ده كله؟ أكد مصدر في وزارة الزراعة إنه هيتم الافتتاح في 2025، وقال إنه ميعاد مبدئي في شهر سبتمبر، يعني سبتمبر 2025 بمشيئة الله، وإنه بيتم بذل جهود كبيرة لافتتاح الحديقتين على أفضل ما يكون. وأعادت حديقة الحيوان كسابق عهدها أحد أفضل وأقدم حدائق الحيوان على مستوى العالم، خصوصا إن التطوير بيتم تحت إشراف إفريقي ودولي زي ما قلنا. نتمنى ليهم التوفيق، وإن ترجع حديقة الحيوان حبيبة المصريين ومتنفسهم في أقرب وقت ممكن، ونتمنى إنها تفضل في متناول الأسرة المصرية بجميع طبقاتها. يا رب تفضل الفسحة الشعبية الأولى زي ما كانت طول عمرها. تعالوا بقى نسترجع ذكرياتنا ونشوف بعض اللحظات الجميلة داخل حديقة الحيوان بالجيزة أعدها الله إلينا في أفضل صورة. يلا بينا. والمستورد دي عكسها. ايوه يا اخويا انا مالي عكسها انا مالي.
هتكتب ولا ايه؟ صبح يا الواد الرجل ده. يلا دود. زغروطه 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 بوسه زغروطه 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 زغروطه. خلاص سيبه 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 هياخدها. سيبه 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 هيمد ايده. زغزغ نفسك يلا. كمان ضحكة للباس. ضحكة كمان. اضحك يا ولد. صوت عالي. أعلى. وأنت تعالي روقي المكان عشان الباشا بتاعنا هنا. يلا يا ستي روقي المكان. برافو عليك. برافو عليك. اتفضلي. خربت الدنيا كلها ساعات. اللي عايز تعالوا بقى نستمتع ونفتكر ونعرف حكاية المباني الأثرية الموجودة داخل حديقة الحيوان واللي كلها موجودة قبل إنشاء حديقة الحيوان بالجيزة. دي الجبلاية الملكية أو جبلاية القلعة، المكان اللي ظهر في أفلام كتير واللي غنى فيه عبد الحليم أغنيته الشهيرة كان يوم حبك أجمل صدفة في فيلم موعد غرام. جبلاية القلعة تم إنشائها 1867، يعني قبل إنشاء حديقة الحيوان ب24 سنة، لأن الحديقة نفسها اللي اتعمل فيها حديقة الحيوان كانت في الأصل حديقة سراي الجزيرة، وكانت المساحة كلها اللي اتعمل عليها حديقة الحيوان وكمان حديقة الأورمان جزء من حديقة قصر الجزيرة. حدائق سراي الجزيرة دي كانت في الأصل 3 حدائق، حديقة الأورمان وحديقة السلاملك وحديقة الحرملك. داخل الجبلاية بنلاقي مجموعة من الأشجار والنخيل ونبات الصبار، لكن أهم مكان فيها هو الكهف الملكي. الكهف ده كان بمثابة استراحة ومكان للاستجمام. بيتميز المكان ده ان درجة الحرارة فيه تقريبا ثابتة عند 24 درجة مئوية طول السنة. حاجة تانية بتميز الكهف انه بيتم تكبير الصوت بدون الحاجة لمكبرات. كان في شلال نازل على الكهف وبيصب في بحيرة كبيرة موجودة تحت، كان بيعوم فيها البجع والبط والوز، يعني أجواء ولا أروع. الجبلاية تم تصميمها على شكل قلعة متغطية من الداخل والخارج بالشعب المرجانية اللي جابوها من البحر الأحمر. شايفين حضراتكم الشعب المرجانية باينة اهي، حاجة رائعة. وموجود قعدات عبارة عن كنب، الكنب ده مزين بالزلط الملون زي ما احنا شايفين بطريقة رائعة، بنشوف عليه تاريخ الإنشاء. مكان نادر ورائع لابد من الحفاظ عليه. احنا عندنا في حديقة الحيوان مش بس جبلاية القلعة، احنا عندنا 5 جبليات. جبلاية القلعة اللي احنا فيها دي، وفي جبلاية تانية اسمها جبلاية الشمعدان، وجبلاية جزيرة الشاي، وفي جبليتين مسنود عليهم كوبري ايفل اللي هنشوفه بعد شوية. زي ما احنا شايفين ممكن الوصول بالطريقة دي لأعلى مكان في الجبلاية علشان نشوف أحلى منظر وسط النخيل والأشجار الجميلة. وكان وقت إنشاء الجبلاية المكان ده بيعتبر أعلى نقطة في محافظة الجيزة، وكانوا بيشوفوا منه أهرامات الجيزة. تعالوا نشوف على السريع باقي جبليات حديقة الحيوان. دي جبلاية الشمعدان، حاجة رائعة، بس دي كانت مقفولة ما كانتش مفتوحة للزيارة. ودول الجبليتين بتوع كوبري ايفل، اثر مهم جدا وناس كتيره ما تعرفش انه اللي صمم وانشا الكوبري ده هو اللي عمل برج ايفل الشهير في باريس. الكوبري امر الخديوي اسماعيل بانشائه قبل انشاء برج ايفل ب10 سنين، يعني الكوبري بتاعنا ده اقدم من برج ايفل.
صممه المهندس جوستاف إيفيل ونفذته الشركة بتاعته في الفترة بين 1875 و 1879. من أسماء الكوبري المعلق والكوبري الهزاز، وكان الهدف منه ربط قصر الخديوي بقصر الحريم هنا. الكوبري بيتكون من أرضية خشب ومحمول من كل جانب بأسلاك من الصلب، والكوبري بيتهز لما حد بيمشي عليه، علشان كده اسمه الكوبري الهزاز. الكوبري عليه شعار الخديوي إسماعيل اللي عبارة عن أول حرفين من إسماعيل باشا بالإنجليزي، يعني حرف الآي وحرف البي، آي بي زي ما احنا شايفين. من الحاجات المهمة كمان الكشك ده اسمه الكشك الياباني، بناه الملك فؤاد 1924، وده كان بمناسبة زيارة ولي عهد اليابان لمصر. كشك بيعتبر متحف صغير يحتوي على بعض المقتنيات وبعض الصور الفوتوغرافية لحديقة الحيوان منذ إنشائها. الكشك كان غير متاح للزيارة. في حديقة الحيوان متحف رائع تم تحديثه أكتر من مرة والعرض فيه على أعلى مستوى، لكن المتحف ومقتنياته بترجع لإنشائه في 1906. متحف عبارة عن 3 قاعات كبيرة معروض فيها مجموعة كبيرة جدا من الطيور والزواحف والأسماك والحيوانات المحنطة، لأن كل ما بيموت حيوان في الحديقة بيحنطوه. وأصلا ملحق بالمتحف معمل للتحنيط، المعمل ده موجود ورا المتحف. المتحف يحتوي على أكثر من 5000 عينة محنطة، أقدمها تمساح كان حنطه القدماء المصريين من أكثر من 5000 سنة. وفي كمان حوت الأمواج كانت حدفته على شاطئ اسكندرية، موجود الهيكل العظمي بتاعه. مش عايز أطول على حضراتكم أكتر من كده، لكن غير اللي قلناه في حاجات كتير بتعتبر أثرية زي البوابات وزي بيوت الحيوانات نفسها. في أشجار ونباتات نادرة سواء في حديقة الحيوان أو في حديقة الأورمان، تراث مهم جدا يجب الحفاظ عليه. بتمنى ينجزوا ويتم الافتتاح في الميعاد اللي قالوا عليه، لأن المصريين كلهم في حاجة ماسة للمتنفس المفضل عند أغلب الناس، حديقة الحيوان. تاني بفكر حضراتكم انه اتقال انه هيتم الانتهاء ان شاء الله من اعمال التطوير والافتتاح في شهر سبتمبر 2025. شكرا لحسن المتابعة، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. اترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.